هل تعلم من هم الذين سوف يفتحون بيت المقدس؟ معلومات لأول مرة تسمعها. تعال ننتقل إلى الآية. يقول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. من هم عبادا لنا؟ عبادا لنا هم الشعب العراقي، وهذا العلو الأول كان في زمن نبوخذ نصر عندما جاء من العراق واحتل بلاد الشام واحتل فلسطين وقتل اليهود وأخذ نساءهم ورجالهم سبايا إلى العراق. نكمل الآية: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. لاحظتم الحرب اللي قامت على العراق؟ مين اللي قام بها؟ إسرائيل واليهود وأمريكا وأعوانهم، فدمروا العراق والجيش العراقي، والآن لهم العلو الأكبر بالمال والبنين والسلاح والسلطة السياسية والسلطة الاقتصادية. ماذا سيحصل بعد ذلك؟ يقول الله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. مين هم اللي بدهم يدخلوا؟ اللي هم اللي دخلوا الأول مرة، مش المسلمين ولا الجيوش العربية والإسلامية. الجيش العراقي ليس بمعنى الجيش، هو الشعب العراقي من بابل وآشور، هم الذين سوف يتكون منهم جيش الفتح، وهم الذين سوف يكونوا أولي بأس شديد، وهم الذين سيدخلوا القدس كما دخلها نبوخذ نصر ويعيثوا في الأرض إفسادا قتلا وتدميرا وحرقا لليهود، ويفعلوا بهم كما فعلوا بهم في المرة الأولى. معلومة أول مرة تسمعها، لا تستغربها، لا تنكرها، وإن شاء الله سوف تشاهدها قريبا بأم عينك رغم دمار العراق والجيش العراقي. سلام.